فرق كبير بين حد مودي أو مزاجي وبين اضطراب ثنائي القطب، زي الفرق بين عود كبريت مولع وحريقة ماسكة في عمار. ايه هو اضطراب ثنائي القطب؟ الحقيقة انه اضطراب نفسي حقيقي وخطير، فيه نوبات مزاج عالي جدا واكتئاب عميق جدا، والتقلبات فيه مش بس في المزاج لكن في النوم والتفكير ومستوى النشاط وطبيعة السلوك، وده بيأثر على العلاقات والشغل أو الدراسة. معاكم دكتورة هبة عبد العزيز، استشاري وأستاذ الصحة النفسية بجامعة اسكندرية. أنواع الاضطراب بشكل أساسي بايبولر 1 و2 وسايكلوثايميا. بالنسبة للبايبولر 1 ثنائي القطب من النوع الأول، الأهم للتشخيص هو وجود نوبة مانيا هوس، وممكن تيجي كمود عالي أو عصبية زايدة طول اليوم لمدة أسبوع أو أكتر، والشخص مش واعي إنه مش في حالة طبيعية، ومعاه 3 أعراض أو أكتر من تشتت وعدم قدرة على التركيز، اندفاع هايبرة وقرارات متهورة، شعور بالعظمة والأهمية من أول الثقة الزايدة لحد أوهام وضلالات تصور له إنه سوبر هيرو، أفكار سريعة بتتنقل من موضوع لموضوع، كلام كتير مش مترابط، نشاط زايد أو توتر، نوم قليل أو مفيش خالص ومع ذلك حاسس إنه تمام. وطبعا ما يكونش الشخص عنده مرض تاني أو واخد دواء مخدر. مرحلة الاكتئاب في اضطراب ثنائي القطب زي الاكتئاب اليونيبولر، حزن ويأس وفقدان الاستمتاع، طاقة قليلة، تغيير في النوم والأكل، شعور بانعدام القيمة والذنب، رغبة في الانسحاب، صعوبة في التركيز مع أو بدون أفكار لها علاقة بالموت. مثال واضح جدا لثنائي القطب الشاعر الراحل صلاح جاهين، وهو في الاكتئاب كتب ساعات أقوم الصبح قلبي حزين، وهو في نوبة المية كتب الدنيا ربيع والجو بديع. معلومة مهمة، نوبة هوس واحدة في العمر كافية لتشخيص ثنائي القطب من النوع الأول، حتى لو ما حصلش اكتئاب قبل كده، والأتاك دي ممكن لو ما تعالجتش تطول من 3 ل 6 شهور. طيب لو الشخص مبسوط ونشيطه مش بيشتكي بتعالجوه ليه؟ لا طبعا، دي مش حالة جميلة من السعادة ولا نشاط مفيد، ده فقدان سيطرة واندفاع، والمخاطرة بتأذي الشخص نفسه قبل اللي حواليه. ده غير انه بيستهلك طاقة مهولة في النوبة، فعادة وراها تيجي نوبة اكتئاب، بالظبط زي عربية ماشية بأقصى سرعة من غير فرامل، تخيل الحادثة هتكون قد ايه مخيفة. غير كده مع كل نوبة مانيا بتزيد نسبة تكرار النوبات لحد 90%. نيجي لثنائي القطب من النوع التاني بايبولر 2، هنا مفيش مانيا كاملة، في هايبومانيا تشبه أعراض الهوس لكن أقل في الشدة والمدة، وبتستمر 4 أيام على الأقل، وفيها إدراك يعني الشخص عارف إنه مش في حالته طبيعي بس برضه مش قادر يوقفها. في شرط مهم، لازم يكون في نوبة اكتئاب حقيقية مدتها أسبوعين أو أكتر في النوع ده، وعلى فكرة هو مش أخف من النوع الأول، بالعكس نوبات الاكتئاب فيه ممكن تكون أطول وأكتر، بس مش لازم الحياة تفضل up and down، ممكن الشخص يفضل شهور في حالة مستقرة. أما الشكل الثالث للتقلب المزاجي فهو سايكلوثايميا، أو اضطراب مزاجي دوري، وده فيه المود بيطلع وينزل بسرعة أكبر وحدة أقل، بس لازم يستمر ل2 سنين على الأقل للتشخيص. في البايبولر فيه كمان أنماط مختلفة زي نوبات مختلطة بين اكتئاب وهوس مع بعض، أو rapid cycling تبديل نوبات سريع في 4 نوبات أو أكتر في السنة. دور لتغيير المواسم في الأعراض زي إن المانيا بتزيد في دخلة الربيع والصيف، والاكتئاب بيزيد في الخريف والشتاء. وأحيانا بالذات مع بايبولر 1 يكون في أعراض ذهانية ودي فيها خطورة كبيرة. نسبة الاضطراب حوالي 1% من الناس، وخطر الانتحار أعلى بكتير من الطبيعي، بيبدأ غالبا حوالين سن 21 في الرجالة والستات بالتساوي. الأسباب مفيش سبب واحد محدد، لكن الجينات والبيئة هما الأساس، ولو في حد في العيلة عنده النسبة بتزيد 10 مرات. ايه التريجرز للنوبات؟ بعض الأدوية زي مضادات الاكتئاب ممكن تحفز نوبة هوس، أي ضغط أو تعب زي سهر، ستريس قوي، ولادة أو توقيف الدواء بالذات فجأة. بالمناسبة ممكن كتير يتشخص مع الاضطراب حاجات تانية زي القلق، ال ADHD، اضطرابات الشخصية، الإدمان وغيرهم. نيجي للعلاج. التشخيص والعلاج بدري معناه إنقاذ حياة حرفيا، لازم من خلال طبيب مختص، ما تعتمدش على معلومات من الإنترنت. العلاج الدوائي أساسي في اضطراب ثنائي القطب ولازم دكتور اللي يكتبه. دور العلاج السلوكي المعرفي CBT مش فعال وقت النوبة لكنه مفيد بعد انتهاء النوبة لفهم التريجرز والتعامل مع الاسترس. لازم نعرف إن أي مشكلة أو
أو مرض منهم ثنائي القطب، مش وصمة ومش ضغط، والعلاج هيخلي المستقبل أحسن. تقدر تغير حياتك.